أطيب بيتي فور ممكن تجربوا، سهل ولذيذ ولا أطيب من هيك. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بمطبخ محمد الحلبي. اليوم وصفتنا سهلة ولذيذة وللعيد بتجنن. مين ما شافه بيحسبوا إنه هذا جاهز من السوق، ما بيحسبوا أبدا إنه هذا شغل البيت. شايفين على هالدقة وعلى الشغل والجمال والإبداع، لسه الطعمة خرافية. شايفين الشغلات البسيطة هيك، الزقزقة اللي فيها كأنها جاهزة، ما بتقولوا عنها شغل بيت. شوفوه قديش طري ومقرمش ولا أطيب من هيك. فظيع صراحة. مين ما أخذ الطريقة وجربها راح تصير عنده إدمان. شايفين كيف دقة الشغل ومنظر الجمال، إبداع. هي عنا المكونات، ما في 3 4 مكونات، شغلتهم كتير بسيطة وسهلة وما بده أي شي. هون عندي أول شي أنا بدي أحط بالخفاقة المضرب، ضروري يكون عنا المضرب. زبدة عندي إياها بحرارة الغرفة، ما بصير تكون مدوبة ولا بصير تكون جامدة. جامدة بتعذبنا ومدوبة ما بتعطينا النتيجة المطلوبة أبدا. لازم تكون بحرارة الغرفة. 400 جرام من الزبدة، وكل ما كان نوع الزبدة أحسن كل ما طلعت أكيد نتيجة أفضل. عندي هون كوب وربع من السكر المطحون، سكر مطحون جاهز أو مطحون كتير منيح حتى يعطينا النتيجة المطلوبة، حتى ما يزرزر عنا أو يبرغل هيك عنا الحبيبات. نخفقهم بالمضرب الشبك لحتى عنا ينفخ الكريمة، عفوا تنفخ عنا الزبدة مع السكر. تنفخ عنا وتصير ملسة وكريمة هيك ناعمة كتير كأنها كريمة بتحسبوها. شايفين كيف دابت عندي الزبدة مع امتزجت مع السكر بالخفق، نفشت عندي. هلا بدنا نضيف 2 صفار بيض، ما بدنا نحط بيض كامل لأنه بطريلي البيتي فور. الصفار بخليه يقرمش أكتر. وأكيد ما ننسى الفانيليا، ونرجع نخفق البيض مع الزبدة والسكر. هلا عندي بدنا نضيف المواد الجافة. شايفين كيف الملمس ناعم وطري ولا أحلى من هيك. بدنا نغير المضرب أول شي من السلك، المضرب السلك للمضرب حرف كي، لأنه بدنا نحط المواد الجافة. هيك إذا حركناهم مع بعض بيكون أفضل لحتى تأكد إن كل الزبدة امتزجت مع السكر والبيض تماما. هون حطيت رشة من الملح مع معلقة مليانة من النشا. النشا كمان بيعطينا قرمشة لذيذة. هذا هو المضرب حرف كي اللي هو للتقليب لحتى نحط المواد الجافة معه. المواد الجافة هي 3 كوب وربع من الطحين. طحين متعدد الاستعمالات طبعا. وبنحرك على سرعة خفيفة بالأول، بعدين بنعلي السرعة لحتى يختلط عندي كل الطحين يختفي تماما، بكون عندي العجينة جاهزة. لهون أنا بقي عندي آخر ربع كوب، كوب والربع. أنا ضفت أول شي كوبين خليتهم يختفوا، بعدين ضفت الكوب والربع. شايفين كيف ملمس العجينة عندي ما لا جامدة ولا هي قاسية صعب تشكيلها، لأنه نحن بدنا نشكلها بالقمع. إذا كنا بدنا نشكلها بنفردها بالشوبك أو بالمكبس البيتي فور فلازم تكون أسمك، لازم نضيف ربع أو نص زيادة من الطحين لحتى نحصل على عجينة أسمك. شايفين كيف أنا عندي كريمية. إذا تركناها فترة من دون ما نكبسها، مثلا ربع ساعة نص ساعة،
فراح تقسى عندي يقسى عندي الطحين، وتقسى عندي العجينة وتصير عندي صعب تشكيلها. فنحن لازم ضروري كتير كل عيار نعمله مباشرة نكبسه، ما نعمل عيارات كتير وبعدين نكبسهم كلهم دفعة واحدة، هيك رح يصعب علينا التشكيل. أنا هون عندي هذا كيس الكيس النايلون اللي بيجي استعمال مرة واحدة، أو الأكياس الأقماع القماش كمان استعمالهم حلو. أحيانا الأكياس الاستعمال مرة واحدة على الكبس ممكن إنه ينفع الكيس إذا كان مو كتير سميك. في أنواع طبعا ودرجات الأكياس سمكن. فأنا حطيت كل قمع في كل كيس فيه قمع شكل حتى أساوي معكم هيك الشكلين تشوفون معي. شايفين كيف تشكيلها كتير سهل، لأنه العجينة ملا قاسية مباشرة اشتغلت فيها. لو طولت عليها شوي رح تقسى معنا ورح تصير علينا كتير قاسية تشكيلها. طبعا التشكيل هو ذوق يعني شخصي، كل واحد كيف ما بيحب بشكلهم. فينا نسمكن إذا ما بدنا نحشيهم، أو نحن نرققن إذا بدنا نحط طبقتين فوق بعض. هذا الشكل الثاني من القمع الثاني. وهون حبيت أعمل كم وحدة هيك أصابع كمان شكلهم حلو ظريف. هدول عندي هيك بعد التشكيل مباشرة على الفرن. فرن محمى مسبقا، لازم يكون الفرن حامي ما يكون بارد أو لسه عم يحمى، لأنه إذا دخلناهم على الفرن لسه ماله حامي تماما ممكن يفرشوا عنا ويسيخوا وتروح الرسمة عنا وتصير شكلهم أبدا مو ظريف. هون عندي العجينة الثانية اللي بعدها اللي هي بدي أعملها على كاكاو. هون بلشت أنا أحط المواد الجافة. آخر شي ربع كوب، آخر شي بنحطه بدل الطحين بنحطه كاكاو خام مش محلى أكيد، حتى يعطينا الطعمة اللذيذة والطيبة. هيك طعم الشوكولاتة. شايفين ملمس العجينة نفس الملمس عجينة الفانيليا ملا قاسية، أو فينا نعمل نفس العيار ونضيف نص كمية الطحين ونشيله، وبصحن نحط باقي الطحين للفانيلا والباقي كاكاو للي بدنا نعمل كاكاو إذا بدنا نعمل عيار واحد. هون أنا عم أكبسهم كمان نفس الطريقة ونفس الشي للكاكاو أو اللي بالشوكولاتة. هون معهم أنا بنفس الصينية حطيت الفانيلا حتى نعرف إنه إذا استووا أو لأ، لأنه الشوكولا شوي صعب إنه يبين علينا إنه نستووا أو إنه تحمروا زيادة. فهيك أنا بحط نص صينية، بترك عيار على جنب بالكيس، كل صينية بحط معها شوي من الفانيلا حتى نعرف إنه نحن إنه عنا استووا أو لأ. وهون هلا بعد ما عندي دخلتهم على الفرن حرارة 160 ل180 ماكسيموم، بشغل من فوق وتحت. إذا ما بيشتغل عنا من فوق وتحت، شايفين على هالتأميرة اللذيذة، بنشغله من تحت بعدين بنرفعه لفوق لحتى ياخدوا تأميرة كتير بسيطة، يعني ما بياخدوا ماكسيموم 10 دقايق بالفرن أكتر شي. هون عندي بعد ما عملت أنا ما شاء الله كل الكمية اللي عندي الكاكاو والفانيليا، خليهم يبردوا تماما وبعدين بدنا نبدأ الحفلة الثانية اللي هي التزيين، اللي الصراحة بياخد كتير وقت وكتير جهد طبعا حسب الكمية اللي عندكم. أنا هون عندي هلأ الشوكولا الهيرشي دوبته بالميكروويف مع شوية زيت نباتي، وحطاه ثواني بالميكروويف مع التحريك لحتى تدوب عندي تماما. ما نبالغ بالتسخين لأنه ممكن عنها تحترق. هون عندي المربى بخففه بشوي صغيرة من المي وبدفيه بالميكروويف كمان لحتى يصير عندي شوي مرق إذا كان سميك. بحشيهم من جوا بالمربى الفريز أو مربى المشمش وغطسها شوي بالشوكولا. وبعدين طبعا التزيين ذوقي، ممكن بالهاي الحبوب الملونة أو بالفستق، جوز الهند، الشوكولا اللي انتو بناسبكم. فينا أكيد ولا شي نزينهم هن هيك لحالهم كتير لذيذين أساسا، بس هيك احنا تزيين بيعطيهم جمالية وفخامة أكتر. أو هي الطريقة التانية هيك من فوق أنا بحط شوية من الشوكولا وبغطسهم هيك، بغير بالألوان حتى يعطيهم جمال أكتر والطعمة أحلى هيك للعين، يعني لك العين تاكل قبل التم. أو هي مثلا هيك لحالة وحدة حبة من دون ما نحشيها ملتها. شايفين على الفستق هيك شرايح الفستق أو فستق مطحون
كمان يعطي شكل حلو. كتير فخمين ولذيذين، جربون عن جد راح تدمنون، راح تدعولي. وخليهم كلهم هيك يجمدوا على جنب، بعدين بنعبيهم بنحطهم. انا صراحة بحطهم بالفريزر. شوفوا لي على هالالوان وعلى هاللذاذة، فخامة فخامة عن جد. انا بحطهم بعلب، بحطهم بالفريزر، كل ما جاني ضيف على غفلة بطالعهم، مجرد لبين ما انا اعمل الفنجان القهوة بكونوا هن اندابوا. ولا احلى من هيك، احلى ضيافة، بيطلعوا تازاين كأنك هلا عملتيهم وطيبين، ولا اطيب من هيك، وبيضوا الوش. ويحتار الواحد شو بده ياخد، لا ياخد الفستق، لا اطيب الشوكولا، لا اطيب جوز الهند، لا اطيب الملوني، وهيك وحدة ورا الثانية لحتى نخلص الصحن كله. هاي هون عملت الكمية كلياتها، فردتهم لحتى يجمدوا، بعدين بدي اعبيهم بالعلب واقيمهم بالفريزر. طبعا هنا ما حيضاينوا يبقوا لهم شهر بالفريزر، بس هنا بضاينوا لهم شهر شهرين بالفريزر، ما بصلهم شي. هنا بتنقروا هيك واحدة ورا الثانية. بيطيروا فجأة، بتفتحي العلبة تلاقيها فاضية. جربوها. شكرا لكم لو تابعتكم للفيديو الأخير. سلام.